في الصورة الوحيدة المتوفرة له يبدو كارل بنز شخصا غامضا على نحو ما، شارد الذهن فيما يشبه الترفع عن تفاصيل الحياة اليومية، لدرجة أنه نسي أن يغلق أزرار معطفه وهو يقف أمام الكاميرا. يبدو على وجهه حزن عميق راسخ، انكسار قديم خلفته طفولة قاسية. مات أبوه سائق القطار في حادث مروع وهو طفل لا يتجاوز العامين، وقاتلت أمه الفقيرة بضراوة لتوفر له تعليما جيدا. اضطر كارل للعمل في سن مبكرة ليساعد أمه في الإنفاق على إخوته. عاش حياته كلها بحلم واحد، إنه هو يعمل عربية تمشي من غير حصان. وتزوج من سيدة هتلعب دور مهم جدا في تاريخ السيارات، اللي هي بيرتا بنز. خدها من ايدها ووداها. هو كان زي ما انا قلت كده، هو كان شخص غامض وقليل الكلام، واخد بال حضرتك؟ فراح موديها القبو اللي هو استأجره، اللي هي فاهمه ان هو بيقابل فيه عشيقته. فلقت عالم من الصواميل والمواتير والعجل نسيت اقول لحضرتك ان كارل علشان ينفذ اختراعه اشتغل، رغم انه مهندس، اشتغل عجلاتي لسنوات، واخد بالك، عشان يفهم تركيبه العجل، واخد بال حضرتك؟ وبعدين قال لها انا عايش حلم ان انا اعمل عربيه من غير حصان بموتور. بعد سنوات جه قال لها، وهو سعيد جدا، راح واخدها من ايدها ووراها اول عربيه في التاريخ اسمها بنز 1. اول عربيه في التاريخ دي عباره عن 3 عجلات، عجله قدام وعجلتين ورا اهي، واخد بال حضرتك؟ والعجله دي ليها بيشد، هو في الموتور اللي ورا ده ليه ايد بيشدها فتنطلق الايه العربه. تمام. فراحت جابت مصور، هي بيرتا بقى جابت مصور وصورت وعملت اعلان. الكلام ده كان بيحصل في مدينه صغيره اسمها مانهايم، على في قريبه من شتوتجارت. عملت اعلان وقالوا هنعمل عرض اول لاول سياره بدون حصان. رد فعل الالمان بقى عجيب جدا، انقسم مجتمع في المدينه بين ناس متحمسين جدا للمستقبل ومتحمسين لاختراع كارل، وقطاع عريض من الناس ضد الفكره. قال لك ان ربنا خلق الحصان ده الحكمه، وهو خلقه عشان يجر العربيه. فاي عربيه تحاول تمشي من غير حصان، نتيجه انه دي احد احابيل او احدى احابيل الشيطان. واتهموا كارل بنز ومراته انهم على علاقه بالشيطان. اتعمل العرض وكارل بنز ركب العربيه وشد الموتور، تمام، العربيه نطت مشيت، الناس اتجننت، حاجه جديده خالص يعني. للاسف الشديد لم يسيطر على العربيه، فاتقلبت بيه العربيه. اغسطس، وده تاريخ مهم جدا، 1888 جاله واحد وقال له وريني السياره العربه اللي انت اخترعتها من غير حصان. قال له انا ما اخترعتش حاجه ومش هوريك حاجه وما عنديش حاجه اوريها. كان قرف بقى من قرف وجاله احباط رهيب وشكوك حقيقيه حوالين جدوى اللي هو عمله. شوف بقى اللي حصل، الست دي سابته نايم اللي هي بيرتا، وخدت ولدين وعملت اول رحله في تاريخ الانساني بسياره، وقطعت مسافه بيحتفل فيها في المانيا في شهر اغسطس. مسافه من مانهايم لبلد تاني اسمها فورهايم، حوالي 105 كيلو بعربيه بنز. وتعرضت لكل المشكلات اللي ممكن تتخيلها. يعني طبعا كانوا هم بيحطوا جازولين في الوقت ده، الجازولين كان ماده نظافه. فالجازولين خلص، راحت صيدليه، فالراجل اندهش لان الواحد ياخد ازازتين عشان ينظف. فهي جايبه خدت ازاز كتيره. وصلت فورهايم بعد 12 ساعه وبعتت له برقيه قالت له لقد وصلت بعربة بنز إلى فورهايم، لقد نجحنا يا كارل، نحن فخورون بك. ودي كانت نقطة الانطلاق بتاعة صناعة السيارات. طبعا أنا بقى يهمني مصر. أول سيارة وصلت في مصر 1890، يعني بعد سنتين فقط من رحلة بيرتا بنز. جابها مين؟ جابها الأمير عزيز حسن حفيد محمد علي،
خد السياره دي من القاهره لاسكندريه في طريق غير ممهد، وكان معاه اموال لانه كان بيموت بهايم في السكه او بتاع، فبيدي للفلاحين حاجات. المصريين حبوا العربيات، وابتدت عدد العربيات يزيد. 1905 كان في 100 عربيه او اكتر في القاهره و50 في اسكندريه. فاتعمل نادي سيارات، طبعا معظمه من الاجانب وتحت سيطره الانجليز، وافتتح سنه 24. كان رئيسه الامير محمد علي ورئيسه الشرفي الملك فؤاد. حصل ان هم بعد ما عملوا النادي دي بقى بدايه الروايه، هم مش عايزين يدخلوا اعضاء مصريين. فواحد قال لهم بس خلي بالكم لو منعنا الاعضاء المصريين وفي حركه وطنيه عاليه سنه 24 بعد ثوره 19، الناس ممكن تقاطع العربيات السيارات، وبالتالي هنا بقى الاقتصاد اللي بيتكلم. فقالوا طب خلاص نعمل ايه؟ نعمل قواعد بحيث ان احنا ننقي الاعضاء. وبعدين جت مشكله الخدم دي، فعهد للاصول الملكيه بانها تجيب الناس اللي بتشتغل في نادي السيارات. بتبرز شخصيه مهمه جدا، شخصيه محوريه اسمها كو. الكو باللغه النوبيه او باحدى اللغات النوبيه، لان في اتنين معناه الملك او الكبير. الراجل ده له صفتان. صفه كبير شمشرجيه الملك، شال الملك وهو طفل، انا بتكلم هنا عن الملك فاروق مش فؤاد، ها، وبالتالي بقى عنده حظوه عند الملك قويه جدا، لانه هو يعني يكاد يكون رباه. هو الرئيس الاعلى لكل الخدم في الاصول الملكيه. هو المتحكم الأوحد في حياتهم وأرزاقهم ومصائرهم. عندما تحتاج القصور الملكية إلى خدم يبعث الكو بالجلابين لكي يطوفوا بجنوب مصر في منطقة النوبة وأسوان بحثا عن شبان تتوافر فيهم الشروط: الذكاء والصحة وقوة الجسد وحسن السمعة. يتم جلب المرشحين من الصعيد إلى مكتب الكو في قصر عابدين، يختبروهم بعناية فيقبلهم أو يأمر بعودتهم من حيث جاءوا. وكان عامل لهم مدرسة للخدمة. ما هو اللي جاي ده عنده بيخش بعملية تعليم عشان يبقى سيرفنت، عشان يبقى خادم جيد. أخطر ما فيها فكرة إن أنت كيف تتعلم أن تكون خادما. الخدمة إحساس، خضوع وانبهار، تسليم نهائي بالضآلة، انسحاق أمام تفوق طاغ. الخادم الحقيقي يستمتع بالطاعة، يعتز بخضوعه. فضيلة الخادم في كلمة حاضر. دخل الكو إلى قاعة البار الخاوية في تلك الساعة والخدم يهرولون خلفه. أشار إلى حميد ففتح الدرج الخشبي وأخرج فواتير الليلة السابقة. أمسكهم الكو في يده وتطلع إليهم بنظرة سريعة، ثم ألقى بهم فتناثروا في الهواء وصاح صوته يختنق بالغضب: الشيك دوار يا بحر. يعني الكو ده على قد ما بيظلمهم عامل لهم حياة مستقرة آمنة. يعني بمعنى إيه؟ إن الكو ده هو اللي بيسكنهم وهو اللي بيقبضهم رغم إنه بيسرقهم، إنما هو اللي بيقبضهم، هو اللي بيجوزهم، وعارف أسماء أولادهم وعارف أسماء أولادهم. وبالتالي إذا ظهر تمرد في قطاع من الناس الذين كان مستبد بهم من الكو، بيحسوا إنهم ضاعوا. فأنت إذا حطيت لي الأمن مطرح كرامتي، لا هختار الأمن ولا أعبأ بكرامتي. الشعوب بتدي إجابات متباينة. أقرب مثل لده شعب بورسعيد العظيم، اللي هو قال، ما هو محمد مرسي بعد أن قتل 37 واحد في يوم ولا يومين، طلع شكر القتلة، ضباط القتلة، وهدد أهل بورسعيد. لما ابتدوا العصيان المدني فاستشعر الخطر، او الاخوان استشعروا الخطر، فراح مدي رشوه لبورسعيد ان هو يرجعهم المنطقه الحره تاني، يبقى معاهم فلوس. هنا هو نفس الاختيار، هل كرامتي وحق شهدائي ولا اكسب فلوس؟ شعب بورسعيد لم يستغرق وقتا، يعني بعد دقيقه قال لا احنا عايزين كرامتنا وحق الشهداء، مش عايزين الفلوس بتاعتك كمرسي. التفت حميد إلى الكو الذي أجابه بإيماءة هينة لا تكاد تلحظ، كأنه مايسترو يأذن لأحد العازفين بأداء إضافي. قفز حميد
والتقط العصا القصيرة الغليظة ورفعها في الهواء، فأدرك الخادمان الممسكان بإدريس ما يجب عمله، شداه إليهما بقوة ثم أمسكا بساقيه حتى أصبحت قدماه العاريتان في مواجهة حميد الذي زم شفتيه وتقلصت عضلات وجهه، ثم رفع يده بالعصا إلى أعلى ونزل بها بقوة. الاستبداد لا يموت إلا إذا أردنا نحن له أن يموت. تصبحوا على خير.